أهلا بيكم. النهاردة معانا كلام مهم قوي، كلام جاي من مصدر اسمه فلسفة الاحتمال في البورصة. المصدر ده يعني بيقدم وجهة نظر مختلفة شوية عن سوق المال. بدل ما نقول البورصة دي علم دقيق وحسابات مضمونة، لأ، هو بيقول إنها أشبه بلعبة احتمالات. في جملة عجبتني جدا في المصدر ده، بتقول البورصة مش يقين ومفيش حقيقة مطلقة. كل أمر شراء أو بيع هو مجرد احتمال، ممكن يكسبك وممكن يخسرك. جملة تخلي الواحد يقف ويفكر، صح؟ فالنهاردة عايزين نتعمق في الفكرة دي. إزاي بقى نفهمها وإزاي ممكن نستخدمها في استثماراتنا؟ ده اللي هنحاول نفهمه سوا. بالظبط، وهي فعلا نقلة في التفكير. يعني بدل ما المستثمر يبقى قلقان وعمال يدور على حاجة أكيدة ودي مش موجودة أصلا في السوق، لا، بيبدأ يتعامل بواقعية أكتر، يفهم إن السوق ده مكان فيه مخاطرة، بس مخاطرة ممكن تتحسب وتتقيم بناء على الاحتمالات. ده في حد ذاته بيريح نفسيا جدا. تمام. طيب خلينا نمسك الخيط ده. أول نقطة المصدر بيتكلم فيها هي الفرق بين وهم اليقين ده وحقيقة إن كل حاجة احتمال. إزاي بقى فكرة إن مفيش حاجة أكيدة دي ممكن تخلي المستثمر يتصرف بحرية أكتر؟ وهل حتة البحث عن التوصية المضمونة دي فعلا فخ؟ فخ كبير كمان. بص، طبيعة الإنسان إنه بيدور على الأمان والتأكيد، بيكره المجهول، والمشكلة إن البورصة هي المجهول ده، هي التغيير وعدم اليقين. فلما تحاول تفرض رغبتك في اليقين على واقع زي ده، النتيجة غالباً مش كويسة. إزاي يعني؟ اللي بيدور على يقين ده يا إما بيستنى تأكيدات كتير قوي لدرجة إن القطر بيكون فاته خلاص، يعني الفرصة راحت، أو بيدخل متأخر قوي والسعر غلي والمخاطرة بقت أكبر بكتير. أو ممكن يخاف ياخد أي قرار أصلا. تمام، فيفضل بره اللعبة خالص ويخسر فرصة إنه ينمي فلوسه. أو الأخطر بقى إنه يصدق وهم اليقين ده، يعني يسمع تحليل شكله منطقي جدا أو ياخد توصية من حد بيثق فيه ثقة عمياء، فيروح داخل بكل فلوسه وبكل ثقته. ولما السوق يمشي عكس اللي هو متوقعه، الخبطة بتبقى جامدة قوي، خسارة فلوس وأعصاب كمان. مندفع زيادة عن اللزوم. بالظبط كده. على الناحية التانية، العقلية اللي قابلة بفكرة الاحتمال دي بتتصرف بشكل مختلف خالص. هي فاهمة إن مفيش قرار مضمون 100%، كل قرار هو رهان مدروس. بنبني الرهان ده على المعلومات اللي قدامنا، يعني بنقول إن احتمال الصعود مثلاً أعلى من احتمال الهبوط. ده بيخلي المستثمر ده مرن أكتر، لو السوق مشي في صالحه تمام، لو مشي ضده هو كان عمل حساب الاحتمال ده. يعني عنده خطة بديلة؟ أكيد، بيبقى عنده خطة زي وقف الخسارة مثلاً، والأهم إنه مش بينهار نفسياً لما يخسر. والمصدر قالها حلو قوي. السوق في جوهره عبارة عن تدافع أفكار واحتمالات، صراع دائم بين من يرى الصعود ومن يرى الهبوط. فهم الجملة دي لوحده بيريح. انت مش داخل عشان تلاقي الحقيقة النهائية للسهم ده، لا، انت داخل تقيم مين الأقوى في الخناقة دي دلوقتي وتحاول تمشي معاه، بس تبقى عارف ان الطرف التاني ممكن يكسب الجولة دي أو اللي جاية. تمام؟ وتشبيه صراع الاحتمالات ده بين اللي شايف فوق واللي شايف تحت، ده ياخدنا للنقطة التانية اللي المصدر ركز عليها، فكرة الجدل أو الديالكتيك في السوق. الكلمة دي ممكن تبان يعني فلسفية شوية، بس إزاي نفهمها ببساطة في البورصة؟ هي كلمة فلسفية فعلاً، بس تطبيقها في السوق واضح قوي. الديالكتيك ببساطة شديدة بيقول إن أي فكرة أو قوة نسميها ثيسز جواها عكسها أو نقيضها أنتي ثيسز، ومن الصراع المستمر بين الاتنين دول بتطلع حاجة جديدة أو فهم أعمق، سينثيسيس. والحاجة الجديدة دي ممكن تبقى هي نفسها ثيسز جديدة ويبدأ صراع جديد وهكذا. لو بصينا للبورصة بقى، هنلاقي إن الثيران أو المشترين المتفائلين اللي بيراهنوا على الصعود دول الثيسس، وقصادهم في الدببة أو البياعين المتشائمين اللي بيراهنوا على الهبوط ودول الأنتيثيسس. والخناقة اللي شغالة بينهم دي هي اللي بتحرك السوق. طب والسعر اللي بيظهر قدامنا على الشاشة كل لحظة ده يعتبر إيه في القصة دي؟ السينثيسيس. بالظبط كده، ده بالظبط السينثيسز. السعر اللي بنشوفه ده مش هو القيمة الحقيقية للسهم اللي محدش يقدر يغيرها، لا خالص. ده نقطة التوازن المؤقتة اللي الصراع ده وصل لها دلوقتي نتيجة شد الحبل بين العرض البياعين والطلب المشترين. وبكرة أو حتى كمان ساعة ممكن طرف منهم يقوى أو يضعف بسبب خبر جديد أو نفسية الناس تتغير، فنقطة التوازن دي تتغير والسعر يتحرك وتبدأ جولة جديدة من الصراع. كلام يدخل الدماغ فعلا. يعني بدل ما الواحد يبص على سهمه ويقول ده لازم هيطلع أو أكيد هينزل كان الموضوع منتهي، الأصح إنه يفكر مين الأقوى دلوقتي في الصراع ده؟
المشترين ولا البياعين؟ وإيه الأخبار أو الظروف اللي ممكن تغير ميزان القوة ده؟ تماماً. الفهم ده بيخلي تفكير المستثمر ديناميكي مش ثابت، بيبدأ يدور على علامات قوة كل طرف. يعني مثلاً أحجام التداول بتزيد والسهم طالع، دي ممكن تكون إشارة لقوة المشترين. طب بتزيد والسهم نازل، يبقى يمكن البياعين أقوى دلوقتي. هل في أخبار حلوة بتدعم المتفائلين، ولا في قلق عام في الاقتصاد بيخدم مصلحة المتشائمين؟ التفكير بالطريقة دي بيخلي قراراته مبنية على تقييم مستمر لمين كسبان في الصراع ده، مش مجرد أمنية أو خوف. بيشوف الصورة كلها مش طرف واحد بس. طيب، لو القصة كلها صراع احتمالات وتقييم قوة الأطراف دي، نيجي بقى لدور أدوات زي التحليل الفني. المصدر قال جملة مهمة هنا، إن التحليل مش للتنبؤ بالمستقبل، لكن لفهم منطق السوق واحتمالاته. دي بتغير نظرة ناس كتير للتحليل الفني اللي فاكرينه يعني كرة بلورية بنشوف بيها بكرة. إزاي المفروض نبص للتشارتات والتحليل في دور الكلام ده؟ دي نقطة جوهرية فعلا. النظرة الشائعة للأسف بتتعامل مع التحليل الفني ده كأنه علم غيب. تشوف شكل معين على الرسم البياني فتقول بس ده طالع أكيد أو ده نازل خلاص. المصدر هنا بيقول لأ، اهدوا شوية. التحليل الفني أو غيره من أنواع التحليل هو صندوق أدوات. الأدوات دي بتساعدنا نقرأ اللي حصل قبل كده ونحاول نفهم الناس في السوق دي بتفكر إزاي، المنطق بتاعهم، وبالتالي نقدر نقيم الاحتمالات اللي جاية بشكل أفضل شوية. يعني إيه برضه؟ مش فاهم قوي. يعني لما المحلل الفني يستخدم خطوط الدعم والمقاومة أو المتوسطات المتحركة أو أي مؤشر تاني، هو مش بيشوف المستقبل، هو بيشوف السوق عمل إيه زمان لما وصل عند الخط ده أو لما المؤشر ده إداله الإشارة دي. وبناءً على تكرار السلوك ده في الماضي يقدر يقول عند المستوى ده احتمال إن السعر يرتد لفوق أكبر من احتمال إنه يكسره لتحت. ليه؟ لأن ده اللي حصل في 8 مرات من آخر 10 مرات السعر كان هنا. فاهمة إزاي؟ يعني مش بنقول السعر لازم يرتد، لكن بنقول غالباً هيرتد أو احتمالية الارتداد أعلى هنا. بالظبط. كلمة السر هي الاحتمالية. التحليل الفني بيساعدنا نلاقي الأماكن أو الأوقات اللي فيها احتمالية حركة معينة، صعود أو هبوط أكتر من غيرها. هو بيساعدنا نقيس قوة الصراع اللي كنا لسه بنتكلم فيه. هل المشترين لسه قادرين يدافعوا عن مستوى الدعم ده زي ما عملوا قبل كده؟ ولا شكلهم ضعفوا؟ هل البياعين لسه بيظهروا بقوة عند مستوى المقاومة ده كل مرة؟ تمام. ومثال تاني، لو ظهر نموذج فني مشهور زي الرأس والكتفين مثلاً، اللي كتير بيعتبروه علامة هبوط، من منظور الاحتمالات ده مش معناه إن الهبوط بقى 100% أكيد. لا، معناه إنه بناء على تكرار النموذج ده في الماضي وسلوك الأسعار اللي حصل بعده، بقى الاحتمال الأكبر دلوقتي هو الهبوط. لكن دايما في احتمال إن النموذج ده يفشل المرة دي أو يظهر خبر يقلب الترابيزة كلها. فالتحليل دوره يرجح كفة احتمال على التاني ويحدد لنا أماكن دخول أو خروج تدينا أفضلية إحصائية. تمام، أفضلية إحصائية مش ضمان. بالظبط، بيساعدنا نفهم منطق السوق ونلعب اللعبة بقواعدها الاحتمالية دي وإحنا واعيين، مش عشان نعرف بكرة فيه إيه بالظبط. وده بيوصلنا لآخر نقطة، الخلاصة اللي المصدر حطها بوضوح شديد. المستثمر الذكي مش بيدور على يقين، بيدور على أفضل احتمال. جملة شكلها بسيط بس أكيد تطبيقها على أرض الواقع محتاج شغل. يعني إيه أعمل إيه عشان أدور على أفضل احتمال ده؟ إيه الخطوات العملية؟ البحث عن أفضل احتمال ده هو أساس الاستثمار الواعي المبني على الاحتمالات، وده فيه كذا نقطة عملية مهمة. أولاً، لازم تقيم كويس إيه المخاطرة قدام العائد المحتمل، يعني الريسك ريورد ريشيو. قبل ما تدخل أي صفقة لازم تسأل نفسك، لو كسبت متوقع أكسب كام؟ ولو خسرت أقصى خسارة ممكن أستحملها كام؟ وهل المكسب المحتمل ده يستاهل المخاطرة دي؟ يعني لو ممكن أخسر 10 جنيه عشان أكسب 5 جنيه يبقى لأ؟ بالظبط. المستثمر اللي بيدور على أفضل احتمال بيختار الصفقات اللي فيها المكسب المحتمل أكبر بكتير من الخسارة المحتملة، مثلاً 3 أضعاف أو أكتر، بحيث حتى لو نجح في نص صفقاته بس يبقى في الآخر كسبان. ثانياً، إدارة رأس المال، ودي مهمة جداً. حتى لو لقيت فرصة شكلها ممتاز واحتمالاتها عالية قوي، ما ينفعش ترمي فيها كل فلوسك. ليه؟ عشان دايماً في احتمال للفشل. جزء من البحث عن أفضل احتمال هو إنك توزع فلوسك ومخاطرتك، ما تحطش كل البيض في سلة واحدة زي ما بيقولوا.
ودي نقطة فعلا الواحد بينساها وقت الحماس. جدا. النقطة الثالثة ودي مرتبطة باللي فاتت، لازم تتقبل إن الخسارة جزء طبيعي من اللعبة. طالما بتتعامل مع احتمالات يبقى أكيد هتخسر في بعض المرات، دي حقيقة. المستثمر اللي فاهم ده مش بيحبط مع أول خسارة ومش بيحاول ياخد طاره من السوق، لا، بيشوف هو خسر ليه ويتعلم ويكمل، يدور على فرص تانية تكون القيمة المتوقعة بتاعتها إيجابية. قيمة متوقعة إيجابية يعني إيه دي؟ ببساطة إنك لما تحسب احتمال تكسب، حجم المكسب المحتمل يكون الناتج ده أكبر من احتمال تخسر، حجم الخسارة المحتملة. لو فضلت تاخد قرارات ليها قيمة متوقعة إيجابية زي دي، حتى لو خسرت شوية في النص، على المدى الطويل المفروض إنك تكسب. الموضوع محتاج صبر ونفس طويل. رابعاً، ويمكن ده الأصعب، الانضباط النفسي، التحكم في المشاعر. الخوف والطمع دول أكبر أعداء للمستثمر. الخوف يخليك تبيع بدري بخسارة وتفوت فرصة إن السهم يرجع تاني، أو يخليك ما تدخلش فرصة حلوة أصلاً. والطمع يخليك تفضل ماسك في سهم كسبان أكتر من اللازم، أملاً في مكسب أكبر وأكبر، لحد ما يرجع ينزل تاني وتخسر كل اللي كسبته ويمكن أكتر. يعني لازم خطة والتزام بيها. بالظبط. البحث عن أفضل احتمال معناه إنك تلتزم بخطة واضحة مبنية على تقييم الاحتمالات والمخاطر، وتنفذها مهما كانت مشاعرك وقتها أو الدوشة اللي حواليك في السوق. كلام مهم جدا ومحتاج فعلا الواحد يطبقه. طيب لو حبينا نلخص أهم النقط اللي طلعنا بيها النهاردة من المصدر ده، أول حاجة، البورصة مش علم يقين، هي لعبة احتمالات، وقبول الفكرة دي هو أول خطوة للتعامل الصح معاها. تانياً، السوق ده صراع مستمر بين ناس شايفة صعود وناس شايفة هبوط، وفهم ديناميكية الصراع ده أو الديالكتيك بيساعدنا نفهم الموقف أحسن. ثالثاً، أدوات التحليل زي التحليل الفني دي مش بتكشف المستقبل، دي بتساعدنا نقيم الاحتمالات ونفهم منطق السوق بناء على تاريخه. ورابعاً، ودي الخلاصة، هدف المستثمر الواعي مش إنه يلاقي الصفقة الأكيدة الوهمية دي، لأ، هدفه إنه يدور على أفضل الاحتمالات الممكنة بعد ما يقيم كويس المخاطر والمكاسب المحتملة ويدير فلوسه صح ويبقى منضبط نفسياً. تلخيص ممتاز. والنقطة الأخيرة دي بتفتح باب لسؤال تاني ممكن نفكر فيه. لو اتفقنا إن السوق فعلاً صراع احتمالات وآراء عكس بعض، وإن السعر ده مجرد توازن مؤقت بيتأثر بقوة الطرفين دول، يبقى إيه الدور اللي بتلعبه سيكولوجية الجمهور، يعني نفسية المستثمرين كلهم ككتلة واحدة؟ هل دي ليها دور في إنها ترجح كفة احتمال على التاني في أوقات معينة؟ يعني هل موجات التفاؤل الشديد قوي أو نوبات الهلع الجماعي دي ممكن تغير موازين اللعبة بشكل مؤقت، يمكن حتى بعيداً عن أي أرقام اقتصادية أو إشارات فنية واضحة؟ وهل أصلاً ممكن نقيس تأثير العامل النفسي الجماعي ده أو نتوقعه عشان ندخله في حساباتنا وإحنا بنقيم الاحتمالات؟ ده سؤال بيخلينا نفكر في طبقة أعمق كمان في تحليل السوق. سؤال قوي فعلا ويخلي الواحد يفكر. دور نفسية الجمهور في تشكيل الاحتمالات نفسها، هل مشاعر الناس ككل ممكن هي نفسها تكون عامل بيغير اللعبة؟ نقطة ممتازة جدا، نسيب المستمعين يفكروا فيها. شكرا جزيلا على النقاش العميق والمفيد ده.